حكاية الإسفنج. ثقة في الوثيقة. بالنسبة للبيني غادي نحتاجو نص كيلو الدقيق. إسفنج الريح أو كما يسمى بالفرنسية البيني، وثقت وصفته في كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس الذي كتب في القرن الثاني عشر إبان الأمبراطورية الموحدية. وفي نفس الكتاب نجد وصفة أخرى للإسفنج الذي يستهلك بكثرة في المغرب خلال فصل الشتاء. أما في كتاب فضالة الخوان فنجد نوعا آخر من الإسفنج المحشو باللوز والفستق والعسل، وصفات تبرز غنى التراث المغربي منذ عصور. أما اليوم فسنكتشف وصفة إسفنج الريح مع الشاف موحى. بالنسبة للبيني غادي نحتاجو نص كيلو الدقيق، 2 معالق السكر، خنيشات لافاني، خنيشات الخميرة، شوية الملحة و400 مليلتر ديال الماء. نحطو الدقيق، نزيدو عليه المكونات كاملة ونخلطو العجينة ونحطوها تخمر شوية. العجينة خمرات نسرحوها بالمدلك ونقطعو لي بينيي بلون بورتو بياس ونعاودو نخليوهم يخمرو شوية. لي بينيي خمرو نقليوهم في الزيت، ما تكونش سخونه بزاف، وندردرو شويه سنيده على البيني. وكما في نهاية كل وصفة يقول الشاف موحى: ايوا جربوها فهي طيبة عجيبة.